خلي بالك الدرس ده مهم جدا. السلام عليكم. الدرس ده مهم لعملاء النصر سمارت هوم ومتابعينه. كتير من العملاء بيسألوني ليه يا باشمهندس الكوالين اللاتش عندنا كل الشفرات فجأة كده بتقف وكارت الماستر ما عادش بيشتغل وبيحصل لخبطة في كل حاجة. ايه المشكلة دي بتيجي منين؟ انا عملت دروس كتير قوي على الكالون اللاتش، ودايما بقول للعملاء ما تحاولوش تنسخوا شفرات بره، ولو في عماره نبهوا على الناس ما حدش ينسخ شفرات بره، لان الشفرات بره لما بتتنسخ على حاجات مفتوحه المصدر، وحاجات مفتوحه المصدر دي حاجات خطر. يعني على سبيل المثال لو حد واقف معانا او جنب المكان اللي احنا فيه في جيبه شفره ممسوحه ما عليهاش سيريال نمبر، هيلقط التشفير بتاعنا وممكن يفتح الكالون. ده اقل حاجه ممكن تحصل تعمل لنا خسائر. الحاجه التانية ان مع الوقت بيحصل ان كل الاكسس اللي موجود بيتمسح والكارت الماستر بيتمسح. انا هوريكم دلوقتي تجربه عمليه بالكلام ده. لو بصينا كده على سبيل المثال ده كارت اهوت مفيش عليه اي ارقام، ده كارت مفتوح المصدر، ده كارت مقفول المصدر مشفر عليه ارقام. ده هيتبرمج بكل سهوله على الكالون بتاعك او على الاكسس بتاعك ايا كان نوعه. تمام. طيب برضو بالنسبه للشفرات، دي شفره عندنا الاصليه اللي احنا مبرمجين بيها هي عليها رقم، دي الاصليه اللي احنا مبرمجين عليها. ودي شفرة برضو أصلية عليها أرقام، ودي شفرة مفتوحة المصدر مفيش عليها أرقام. تمام. طيب احنا هنبدأ نقرأ بالقارئ بتاعنا الشفرة الأساسية بتاعتنا ونحاول نبرمجها على الكروت مفتوحة المصدر والكروت المشفرة، وهنشوف ايه اللي هيحصل. هنفتح القارئ بتاعنا، هيعمل ريبوت، هنقول له كونتينيو، وهنقرا الشفره بتاعتنا دي. طبعا الشفره بتقرا من ورا بتقرا من قدام، الجهاز ده محترم جدا. هنحط كده نقول سكان. ف فاقراه. بص حضراتكم دي شفره من اللي قلت لكم عليها اللي هي الاصليه المكتوب عليها السيريال. هنحاول ننسخ رايت. قال لك لا يمكن النسخ عليها، دي بتتبرمج دايركت على الاكسس بتاعنا او على الكالون بتاعنا او على الاسانسير، ما ينفعش ننسخ عليها، ودي حاجه محترمه جدا. المفروض نتعامل بالحاجات اللي زي كده. طيب هنجيب شفره ممسوحه اهي، دي مفتوحه المصدر ودي بتكون خطر فعلا. هنحطها كده هنا، هنقول رايت. فعلا اتنسخ عليها، دي اتنسخ عليها. نحطها على جنب اهي. هنجيب كارت برضو مشفر، هنحاول ننسخ عليه. قال لك ما ينفعش يكتب عليه. هنجيب كارت ممسوح المصدر اهو، وهنقرا هنكتب عليه. فقال لي ان هو كتب عليه بنجاح. معنى كده ان الحاجات ديت هتفتح عندنا الكالون او الاسانسير او الاكسس كنترول، يعني هتفتح الحاجه اللي عندنا مع الكارت الاصلي بتاعه، ولكن الحاجات دي مش هتفتح طبعا، لازم تتبرمج على الاكسس ذات نفسه او كالون. ودي حاجه مهمه جدا، لازم نستخدم الحاجات اللي مكتوب عليها سيريال نمبر لانها مشفره مش هتعمل لنا مشاكل. والحاجات الممسوحه اللي زي كده دي بتعمل لنا مشاكل. يا رب نكون فهمنا ليه المشكله بتحصل عندنا. ودايما يا جماعه اتبعوا التعليمات اللي انا بقولها لكم، لاني والله اني لكم لناصح امين. انا دايما بقول للناس اللي يرضي ربنا واللي يخلص ضميري.
ما بقصدش ان هم ياخدوا الحاجه الكويسه عشان حد يشتري مني، لا، يجيبها من اي مكان. ولكن انا بقول لك على اللي فيه الصالح ليك، سواء في شغل السمارت سواء في شغل الكوالين. يعني الحمد لله الناس عارفانا كويس، ويا رب نكون فدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.